قصة أصحاب الكهف في زمن قديم، في إحدى المدن التي غرق أهلها في عبادة الأصنام والضلال. كان يعيش مجموعة من الشباب الذين ميزهم الله بالإيمان الصادق. كانوا ينظرون إلى قومهم وهم غارقون في عبادة ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقلوبهم تمتلئ بالإيمان بالله الواحد الأحد. ولكن قومهم، وعلى رأسهم الملك الطاغية، كانوا يفرضون على الناس عبادة الأصنام، ومن يعترض أو يعلن إيمانه بالله يتعرض للعذاب أو القتل. هؤلاء الشباب، رغم صغر سنهم، امتلكوا شجاعة عظيمة جعلتهم يواجهون الحقيقة بأنفسهم. تدارسوا أمرهم وقالوا فيما بينهم: إن قومنا قد اتخذوا من دون الله آلهة، فلماذا نرضى أن نكون مثلهم؟ نحن نؤمن بالله وحده ونتوكل عليه. ومع مرور الوقت أصبح إخفاء إيمانهم صعبا، خاصة بعدما بدأ الناس يلاحظون اختلافهم. عندما علم الملك بأمرهم، أمر باستدعائهم ليواجههم. وقفوا أمامه بكل ثبات وقالوا له بجرأة: ربنا هو رب السماوات والأرض، لن نعبد سواه ولن نركع على أصنامكم. غضب الملك غضبا شديدا وهددهم بالعذاب إن لم يعودوا إلى دين قومهم. لكن الشباب كانوا موقنين بأن الله سيحميهم، وقرروا أن يهربوا بدينهم لينجوا بأنفسهم وإيمانهم. بعد ما تشاوروا، قرروا مغادرة المدينة ليلا بحثا عن مكان آمن. ساروا طويلا حتى وصلوا إلى كهف في الجبال بعيدا عن أعين الناس. دخلوا الكهف وأخذوا يدعون الله بقلوب خاشعة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. استجاب الله لدعائهم وألقى عليهم النوم في الكهف. ناموا نوما عميقا، وكانت عناية الله تحيط بهم. الشمس إذا أشرقت تميل عن كهفهم فلا تزعجهم أشعتها، وإذا غربت تتركهم في ظل بارد. وكان كلبهم باسطا ذراعيه عند مدخل الكهف يحرسهم وكأنه جندي موكل بأمرهم. ظلوا نائمين في الكهف، لا يشعرون بالزمن الذي يمر، حتى مضت 309 سنوات. في يوم من الأيام شاء الله أن يوقظهم. استيقظوا وهم يظنون أنهم ناموا ليلا أو نهارا. تساءلوا فيما بينهم: كم لبثنا؟ فقال أحدهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم قالوا: الله أعلم بما لبثنا، لنفكر الآن في أمر طعامنا، فليرسل أحدنا إلى المدينة ليشتري لنا طعاما. اختاروا أحدهم وأعطوه نقودا قديمة، وأوصوه أن يتسلل بحذر وألا يكشف أمرهم. خرج الشاب متوجها إلى المدينة، لكنه تفاجأ بتغير كل شيء من حوله. الشوارع، المباني، وحتى الناس لم يعودوا كما كانوا. لاحظ أن الناس يتحدثون عن الله ويؤمنون به، ولم يجد أثرا للأصنام. عندما حاول شراء الطعام، نظر البائع إلى النقود بدهشة وقال له: من أين لك هذه النقود القديمة؟ تجمع الناس حوله وسألوه عن قصته. حاول الشاب أن يشرح لهم، لكنهم أخذوه إلى الحاكم. عندما علم الحاكم بالقصة، أدرك أن هؤلاء الشباب هم آية من آيات الله. اصطحب الحاكم والناس الشاب إلى الكهف ليشاهدوا بقية رفاقه. لما وصلوا، انكشف أمر أصحاب الكهف، وعرف الجميع أنهم لبثوا في الكهف 309 سنوات. أيقن الناس أن هذا دليل على قدرة الله في إحياء الموتى، فازدادوا إيمانا ويقينا. بعد أن اجتمعوا مع الناس، أراد أصحاب الكهف أن يعودوا إلى كهفهم، وتركوا أمرهم بين يدي الله. لم يمض وقت طويل حتى قبض الله أرواحهم في سلام، ليبقوا آية وعبرة للأجيال القادمة.